بسم الله الرحمن الرحيم. إلى مجلس قضاء الأعلى العراقي. الموضوع استنكار. نحن أهالي قضاء سنجار نشجب ونستنكر القرار المجحف الصادر من محكمة جنايات الموصل حول إصدار حكم إعدام بحق مواطن بريء من مجمع قهبل أندلس يدعى خير وبلو قولو، والمستند إلى دعوة مزعومة من قبل أهالي قرية جري التابعة إلى نحل سنونة، وهذا يعتبر ظلم وإجحاف بحقه، كون جرح المكون اليزيدي تنزف ولم يندم البعد. وفيما إذا حصل ذلك لا سمح الله قد يؤدي إلى إشعال فتيل نار جديد وتصعيد موقف وتوتر بين المكونين اليزيدي والعربي في منطقتنا، وهذا ما لا يحمد عقباه. وعليه نناشد وباسم الإنسانية حكومتنا المؤقرة والمعنية في هذا المجال، كل من دولة رئيس الوزراء ومعالي وزير العدل ورئيس هيئة تمييز العراق المحترمون، بتشهير سيف الحق بوجه الظلم والظلام، والإسراع بكسر القرار وتفليش الحكم، والسعي دائما إلى إنقاذ المظلومين. كما نناشد دولة رئيس الوزراء بتعميم توجيه رسمي لجميع المؤسسات الأمنية والعسكرية والإدارية في محافظة نينوى بالكف عن إصدار مذكرات إلقاء القبض وفق مادة 4/1 إرهاب بحق أبناء المكون اليزيدي وملاحقتهم قضائيا، علما إننا لكوننا دائما ضد العنف والظلم والإرهاب. الرئاسة المشتركة لمجلس إدارة ذاتية ديمقراطية لقضاء شنغال في 20/5/2024 والسلام. امجي اهرو كومبونا مع اهرو البيدري هرو خورتكي ازديا هيري ايبيري ايكي تشتكي سر نبيسي وبالهوي دايا حكومتا عراقي بريلا خلق ما الشكوج بريه بقرين عيفا قيتو جنيد ما بيبرين وزارو كالازديا ابرو او عيفا مريش كاكا خل ازديا النبيسن مريش كاكا وان توبي سر ايكي ازدي سر خورتكي ازديا افسدا خورتي ازديا قرنا الهيري البيري تعذيب كان وبمحكمة وبمحامي الصرخ إفادة به مش كي تعذيبه بيكان كي خورتي إزديا بيقدر وتعذيبك هو بانا أنا قانوني بيكرن خيانتك هو بينا وكسي هشت قدنا قرتم خورتي إزديا وكسي هشت سي مها شار جينارد ما زاروك المشوت عندنا سرجي كرن تنورا كان كي داعش هذا داد قهكرن كان كي داعش وإيكي يزدي بيستا هذا عدم كرن حتى رجع أمره بال موصل ده معازم مكرم الأربيل ده المعازم مكرم الشقادة ونشتينا والباع عائلة خونا والبغداينا كان كي تجوجنا كايزدي عانينا بصدقي جمال موصل النهانا كي أمجي بانقا خد جهين دولتنا نتويوي حقوق الإنسان رابن بحقي إزديافة بس حتى كان كي إزدي البر دورا ما دور بيت كريا وكا اختار دورا ما هرول إيكي إزدي كرينو وبنا محكمة وحكم عدم سرد ماشينين بصدق قرتين ما قرتينا حكم عدم سرتانا ماشاندين ودي سرفتنا ملتي إزديا وحتى دني أمي وكينا من إزدينا وأم تركاش نقالة كنا لنا مش نقالة بيكي بنسبيرين وأم تفاقي إزديا همي خوازن ببن دستكي بس إش خيانات كبيرة بمدى. ساعات خوش يلا ابو. طبعا نستنكر وبشده القرار القضائي الذي صدر بحق خيره. نطالب المنظمات الانسانيه ونطالب الحكومه العراقيه بعدم تنفيذ حكم الاعدام بهذا الرجل، لانه يحدث كارثه طائفيه بين المكون العربي واليزيدي مره اخرى، وتعيد الطائفيه مره اخرى الى هذه المنطقه المتآخيه، المنطقه المسالمه. نحن كعرب في هذه المنطقه نطالب الحكومه العراقيه بأخذ قرار بوقف حكم الإعدام ضد خيره، لأنه رجل يعتبر حتى إذا أخطأ هذا الرجل احنا لازم نذكر الأخطاء اللي جرت من المكون العربي
من المكونات اللي انتمت الى عصابات داعش الارهابيه في حق الشعب اليزيدي، يعني هذه ما تعادل هذه، لازم هذه تكون مساويه لهذا الرجل، فنحن نستنكر هذا العمل الذي قام به القضاة باصدار حكم الاعدام بحق هذا الرجل. فيوجد فصل عشائري اذا ثبت هذا الامر، يوجد فصل عشائري بين اليزيديه وبين العرب تقبل عليه الشيوخ ووجهاء المنطقه لحل هذه المشكله، لعدم حصول كارثه انسانيه في منطقه سنجار مره اخرى. نحن كعرب ندين هذا الامر وهذا القرار اللي صدر بحق هذا الرجل، لان اليزيديه تعرضوا الى اكثر من 70 فرمان، فيجوز يعني تسويه لهذه الفرمان تتعرض لها الشعب اليزيدي ان ينقذوا هذا الرجل من هذا الحكم او من كارثه الاعدام التي حصلت. فنحن كعرب نستنكر هذا الامر استنكارا كاملا، ولا نقبل بالحكم ضد رجل ان اخطا او لم يخطا. يجب ان يكون له ركيه داخليه من المكون العربي من اصفاء عنه، لان جماعتنا او خوالنا اجعيش او قرايبنا اجعيش نقول العرب يعني يعرفون ايش صار بعام 2014. لازم ما يعادلون هذه القضيه بهذه القضيه، ويجب عليهم اتخاذ قرار من شيوخ الجيش نوجه لهم نداء من هذا المكان عدم الرجوع الى الطائفيه مره اخرى في سنجار. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك.